مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ميت يوم تابينج سيشن رقم 116. بحس بالغربة قصاد جوزي. ليه مطلوب مني أحبك وأكون قريبة منك؟ نفس مرة واحدة، ندخل في سوا، نطلع في سوا، ناخد مسؤوليتنا ونتعب مع بعض. برغم إن أنا بحس بالغربة تجاه جوزي، مش عارفة ايه اللي جابه هنا الحقيقة. بحب نفسي وأقبلها بدون حدود. برغم إن أنا حاسة بالغربة تجاه جوزي، بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. برغم ان انا حاسه بالغربه تجاه جوزي وعدم الانتماء اليه، بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. انا حاسه بالغربه تجاه جوزي، مش حاسه ان هو جزء من حياتي زي مامتي واخواتي وصحابي. حاسه ان انا عندي like customized feelings ناحيته، يعني انا مش على حريتي قصاده. لازم اعمل حاجات وما اعملش حاجات. it's like a planned relationship يعني. it's not spontaneous يعني. مش علاقة شغالة لوحدها، علاقة شغالة من عقلي الواعي. يعني أنا هقول له كذا عشان يقول لي كذا، مش على طبيعتي. حاسة إن أنا مش على طبيعتي قصاد جوزي، مش متعودة عليه. مش بحس بأمان if I'm showing my true colors قصاده. لازم اخد حذري منه. لازم اخد حذري منه. مش بتابع عشان اغير ده، بتابع عشان اسمح لمشاعري تكون موجودة. انا جاية من مساحة اسمها يا مأمنة للرجال يا مأمنة في المية في الغربال. مفيش اي نوع من انواع الرابور بيني وبينه. انت شخص سبت بيتنا وسريري عشان اعيش معاه وانا مش مطمن. مفيش حاجه اسمها سكن يا جماعه، عندنا الكلام ده مش تبعنا. فالسكن اللي بيقولوا عليه والموده والرحمه والكلام ده، ده واحنا مخطوبين. لكن انا لما هجيلك بيتك، ده الرعب ذات نفسه. ولاني مش مأمنه لك، فانا I have to protect myself. محتاجه احمي نفسي عشان انا عايشه مع راجل مش مطمنه له. جس وات، مامي كمان مش مطمنه له، دي موصياه يا عماد، مأكد لي. قالت لي خدي بالك، تقوليهوش على خناقاتك معانا عشان عيب هيلوي دراعك. ما تقوليهوش برضو انت بتاخدي فلوس كام عشان هياخدهم منك. ما تقوليلوش هو ما تقوليلوش عموما. طب اقول له ايه؟ طب هو انا ما حدش قال لي اقول له ايه برضه يا جماعه؟ طب ايه المساحه اللي مسموح لي؟ عشان ما تقوليش على صدماتك وامراضك برضه هيعايرك. اشير ايه؟ ما حدش قال لي اشير ايه الصراحه، لكن اتعلمت ما اشيرش ايه. فانت رحاله على هيئه صندوق مقفول. هو مش عارف اي حاجه. مش بتابع عشان اغير ده، لا قدر الله، بتابع عشان اسمح له يكون موجود. انت يا حبيبي اكتر مساحه غير امنه.
مامتي قالت لي كده والله. انت عايزني اسيبها وانا بيني وبينها كل السنين دي واجي اطمن لك وانا اعرفك من كام يوم؟ دي كانت تعلقني. احنا عندنا اطمئنانك لشريك حياتك يخلي ماما تعلقني كما لو كنت بالظبط صدقته من غير جواز. احنا ما عندناش فرق بين الموضوعين. مجرد ما تطمئني له حتى لو جوزك، انت هتبقي غلطتي غلطة رهيبة جدا لا تغتفر. عماد مأكد لي. just say yes. هل تجرؤي ان انت وانت متجوزة تقولي لمامتك انه كويس معاكي؟ انت مجنونة. احنا هنكفر مفيش راجل كويس. لازم يبقى كويس، لكن تسمح لحقيقتي تكون موجودة زي ما هي. بعدين ارجع اسال هو انا ليه حاسه بالغربه ناحيته؟ ليه حاسه بالغربه؟ كتر خير ربنا اساسا انك قدرتي تتحمليه لغايه النقطه دي. just say yes. انا مش مطمنه. مش مطمنه. مش بتابع عشان اغير ده. بتابع عشان اسمح له يكون موجود. كل عدم الاطمئنان. بادي ريلاكسنج بيقول لي ان عدم الاطمئنان فتح. بقيت حاساه من جسمي. نفس مرة واحدة دخل في سبعة طلع في سبعة. استقبل نور مكان اللي خرج. حاسين ايه؟ برغم ان انا حاسة بودي ريلاكسنج. اي وندر هو انا هقدر اسمح لنفسي اني اشوفه انسان كويس رغم ان انا متفقة مع مامي ان هو مش كويس؟ هقدر اسمح. هقدر اسمح. ما اقدرش اسمح اخالف اتفاق. انا وماما وبابا وناهد وكلنا عارفين ان هو انسان مش كويس، بغض النظر هو كويس لامه زي اسمها ايه هالة فاخر ما قالت، لكن انا ما اقدرش اعتبره راجل كويس. just say yes. اسمحي لنفسك تحسي ان انتي مش ناوية تعتبريه مكان آمن. بحب نفسي أقبلها من. ما أقدرش أصدق إن هو كويس. ما أقدرش أصدق إن هو كويس. مش بتابع عشان أصدق، بتابع عشان أشوف إحساسي وأنا عارفة إن هو شخص مش كويس هيقلب عليا في أي لحظة. ما أقدرش أحس مشاعر اطمئنان ناحيته. مش بتابع عشان أحس، بتابع عشان أسمح الحقيقة تكون موجودة. body relaxing بيقولي إن أنا سمحت لنفسي أحس من جسمي الستامبنج اللي أنا حطاها عليه إن هو مساحة غير آمنة. استقبل كل المعاني اللي وهي معايا. خليني بحب نفسي بما يكفي.
مش هسمح للحقيقة تكون موجودة بسلام في مساحة آمنة. أنا بحب نفسي وهو ده مشاعري هنا ودلوقتي. اسمح للاستراتيجي واسمح للحقيقة تكون موجودة زي ما هي. لو لسه ليا دروس معاها اسمح لها تكون موجودة. لو هي مختارة تخرج اسمح لها تاخد دروسها وتخرج، وأنا أخد المعاني اللي كنت باخدها منها من طاقة إلهية. بحرر رؤيتي تجاه جوزي، بستقبل نور مكان اللي خرج. نفس مرة واحدة، بدخل في سبعة، بطلع في سبعة، استقبل نور مكان اللي خرج، وبرجع أشوف لو لسه حاسة بعدم الأمان تجاه شريك حياتي أو الغربة. أعيد السيشن تاني من الأول. شكرا.